دلوقتي جه ميعاد اكتر فقره بتحبوها، نشره اخبار السوبر ماركت. تعالوا نشوف ايه جديد. صرفت نص ثروتها على شغلها وبقالها اكتر من 15 سنه بتجرب وتسافر كل دول العالم. اول ما عملت ريفيوهات عن المنتجات وعلشان كده لقبوها برحاله وبلوجر السوبر ماركت. دينا الكفراوي من صغرها وهي بتحب تجرب كل حاجه غريبه، والسبب والدها مبدأها جوده عاليه وسعر اقل، وقدرت باللي بتعمله تجذب الجمهور. فيا ترى هل بتعمل اعلانات وازاي دخلت المجال ده واتشهرت؟ وانتي قاعده في البيت بتاخدك الرحاله وبلوجر السوبر ماركت دينا الكفراوي جولات في السوبر ماركت وتقولك على افضل المنتجات والبدائل اللي ليها، خاصه بعد المقاطعه. ولكن من سنين هي بتقدم نفس المحتوى. دينا بتقول حاجات جربتها وندمت انها جربتها ومستحيل تجيبها تاني، او منتجات انبهرت بجودتها وسعرها المناسب وهتعتمدها طول الوقت في وصفاتها، لانها كمان من الوقت للتاني بتعمل وصفات واكلات زي الشيفات. مين اللي قال صاحب بالين كداب؟ دينا حد شغوف بحاجات كتير، وفي نفس الوقت تلاقيها بتعمل افكار كتير وبتنشرها على حسابها، وبتلاقي تفاعل واقبال كبير جدا من الجمهور. وسبحان الله ربنا صرف لها حب كبير منهم وبيستنوا فيديوهاتها دي. طب ازاي هي متعدده الشغف كده؟ دينا نشرت فيديو لطيف ليها بعد رحيل والدها من كام شهر، وحكت فيه عن باباها وقالت انه خد بدل الكليه 3 زراعه وحقوق واداب، وكان بيحب التاليف وكتابه السيناريو والتوثيق. فدينا ورثت من والدها ده وطلعت شغوفه زيه وبتطور دايما من نفسها ومحتواها، وبتعمل فقرات مختلفه زي سؤال على الرف ونشره اخبار السوبر ماركت، وكمان بتحب تجرب وتتعلم من ثقافات كتير، وبتحب توثق فيديوهاتها ومحتواها ده اكبر دليل. طب السؤال بقى، ازاي دينا دخلت المجال ده واتشهرت وعملت اسم لنفسها؟ ده ما جاش باي ترتيبات منها. من صغرها وهي بتحب تجرب حاجات كتير، ووالدها كان هو اللي مشجعها على كده، انها تجرب حاجات غريبه ما كانتش مشهوره زمان واتعلمت منه. ولما كبرت بقت تجرب حاجات اكتر، واصحابها خدوا منها ده وريفيوهاتها، ومن هنا قررت دينا تفيد اكبر عدد وعملت صفحاتها على السوشيال ميديا. علشان كده دينا بتكون حريصه كل الحرص ومش اي حاجه تشتريها وخلاص، ولكن عن دقه جدا. وهل تستحق المبلغ اللي هتدفعه ده ولا لا؟ وهل هي محتاجه ضروري ولا لا؟ ومبدأها افضل جوده بافضل سعر، مش بتستسهل ولكن بتتعب لحد ما تحقق المعادله دي وتكون راضيه تمام الرضا. دايما بيتقال اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، لكن مع دينا اللي ما تعرفوش احسن من اللي تعرفه، وده لانها مقتنعه ان في حاجات ما نعرفهاش مش واخده حقها. ومن هنا جت فكره سوبر ماركت بتجمع بين ماركت وايت. دينا بتحب السفر وبقالها اكتر من 15 سنه بتسافر، ومفيش بلد زارتها الا ولازم تجرب المنتجات الجديده والغريبه في السوبر ماركت، زي اليابان، الهند، النمسا، اسكتلندا، لندن، فرنسا، امستردام، و40 مدينه في 3 قارات حول العالم. شايفه ان اللي يروح بلد وما يجربش اكلها يبقى ما زارهاش. ومش بتروح سوبر ماركت بس، لكن بتروح الاسواق الشعبيه كمان، وهي بتشتري بتهتم بالتفاصيل المكتوبه على المنتجات، وخلت كتير مننا يقراها قبل ما يشتريها. زي الرز كده، لو مكتوب ان في نسبه التكسير 3% او اقل، هو كده جودته درجه اولى. وقيسوا على كده منتجات كتير. مش بيقولوا اسال مجرب وما تسالش طبيب؟ فالتجربه هي الفيصل. ودينا ما وصلتش انها تقدر تميز المنتجات بالطريقه دي الا بالتجربه، فسهلت على ستات بيوت كتير وقت ومجهود وفلوس. وعلشان كده محتوى دينا مش اعلانات لاماكن او منتجات، ولكن خدميه بحته. وجايز بعد كده تكون نجمه اعلانات تفتكروا هتنجح، ولان لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، فجايز جدا المنتج اللي يعجبها ما يعجبش حد تاني، وهي متصالحه جدا في النقطه دي. انتوا بقى رايكم ايه في محتواها ده؟